ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يعني عملت لكم فيديو حلو جدا المره اللي فاتت واللي قبله واللي قبله. ادعوني بقى كده على طول بقى اني اعمل لكم فيديوهات كده على طول. بس وهنا بقى هنبدا بقى الروتين بتاعنا النهارده روتين مختلف تماما يعني عن الايام اللي فاتت. طبعا كان كل شويه في المطبخ صراحه. دلوقتي بقى الروتين بقى دلوقتي النهارده بقى روتين بقى صراحه. التلاجة بقى لي فتره ما عملتش اللي هو الفريزر. كنت بعمله بقى بس الصراحه بقى نور لما اتعمل نور خالص. قلت لا بقى لا اغير بقى عشان انتوا كمان اكيد زهقتوا وانا زهقت عن نفسي كل شويه نفس الروتين نفس الروتين نفس الروتين. قلت لا لازم اغير بقى المره دي بقى وقلت بقى لا لازم نعمل حاجه جديده بقى ونغير بقى. بس وصراحه بقى نضافه بالمره بقى عشان ايه انا عملتها ساعه قبل العيد. وبعد كده بقى قلت بقى يعني دي تتعمل بقى. بس وهنا بقى عملت بقى اللي هنا اللي ظبطت بقى الدنيا بقى هنا. وظبطت وطلعت بقى الحاجات بقى اللي كلها في الفريزر. بس صراحة هي يعني انتوا عارفين لما عملتوش الحاجة اول باول بالذات في التلاجة ريحتها بتبقى وحشة قوي. عايزة اقول لكم لما اتعملت بجد ريحتها بقت حلوة. كمان الشكل بتاعها بقى حلو. منظرها بقى نضيف بره وجوه. تحس ان انتوا كده حاجة جديدة كده لسه جايبينها. بجد حاجة جديدة لسه جايبينها. بس انا عملتها معاكم كذا مرة. بس هي لازم فعلا اول باول لازم ايه يعني لازم تعملوه اول باول. بس هنا بقى انا خلصت بقى الجزء يعني لسه. خلصت بقى الجزء اللي فوق شلت الحاجه والجزء اللي تحت شلت برضو الحاجه. وقلت بقى لازم بصوا بقى التلج بقى. طبعا الحاجه لما بتتراكم شويه بتبقى فيه تلج بقى بس تلج خفيف يعني مش ما بتتلكش هي بس ايه. ساعات بقى بتبقى فيه تلج خفيف. بس هنا خلصتها بقى بصوا هتلاقي الحاجه منوره ازاي بعد ما يعني تنضف بجد. بجد الحاجه لما بتنضف بجد بتبقى منوره فعلا. بس وهنا خلصت بقى وهنا بقى يعني غسلت بتاعت بالصابون طبعا. ورشيت ميه ونضفت بقى الحاجه اللي هما زي ما هما بيجوا ينضفوها بقى. شلت بقى الحته اللي بتاعت مش عارفه انتوا خدتوا بالكم اللي انا بشيلها قدامكم اهي. بصوا حطيت ميه سخنه. بصوا يعني انا هنا بحط الميه السخنه حتى اتدلت على ايديا واتلسعت بس هي مش باينه قوي في الكاميرا. رحت جبت بقى ميه يا جماعه من الحنفيه بقى عادي. وقلت بقى ايه هما صراحة لما بيجوا يعني بيصلحوا التلاجة قصدي مش الغسالة سوري يا جماعة. بيكبوا مية سخنة بيقولك لا اغلي لنا مية سخنة او مية من من السخان عشان ايه يحطوها. بس عشان ينضفوا بس ايه الفلتر اللي تحت بالمية السخنة عشان اي حاجة بتتنضف بالمية السخنة. بس هنا بقى خلصت بقى بص بقى الدنيا نورت ازاي بقى يعني في الاول حاجة وبعد حاجة بجد منور جدا. يعني انت عن نفسه بجد يعني بجد انا تنحت عن نفسي. ده بجد بشابوه ليا بجد برافو عليا بجد ايه ده ايه النظافه دي. بس وهنا بقى خلصت بقى الجزء اللي فوق بقى وقلت بقى ايه ابتدي بقى في الجزء اللي تحت. بس وهنا بقى ظبطت بقى قلت بقى زيادة التأكيد لو في مية لو في اي حاجة للتأكيد بقى وخلاص كده الدنيا هنا بقت تمام. هنا بقى كبيت مية برضو في الفلتر برضو عشان لو في اي حاجة وسخ او اي تراب او اي حاجة متجمعة في الجزئية دي تنزل بقى من تحت على طول. بس وهنا بقى يعني ظبطت بقى الدنيا هنا بقى. مسكت بقى في الجزئية اللي تحت بقى هنا. طبعا بقى اي تلاجة بتتغسل بقى عادي بس انا من النوع اللي ما بيحبش اسحب الظروفها بقى واغسلها لا اجيب التلاجة صراحة من فوق لتحت. هو المرة اللي فاتت انا غسلت بس الجزئية اللي تحت بس صراحة حسيت ان انا قرفانة لا لازم اجيبها من فوق لتحت. بس جبتها بقى من فوق لتحت برضو بصوا هتلاقوا برضو الدنيا منورة هنا برضو. وهتلاقوا الدنيا بقت حلوة بقت مظبوطة. هنا بقى يعني هنا خلصت هنا بقى الجزئية دي والجزئية دي الجنب ده والجنب ده. وقلت بقى ايه
يعني بص حتى ميه الفلتر كلها اتجمعت تحت. هنا بقى بدأت امسح بقى، ما انا لازم بقى يعني بص بقى الدنيا بقى بتنور طبعا عشان الاضاءة فوق في اللندا ضرب على الفريزر، الاضاءة باينة فيها اكتر. انتوا عارفين طبعا لو اضاءة تحت هتبان فيها اكتر برضو. بس بجد شابوه ليا بجد، الدنيا بجد فعلا يعني لا منور، والدنيا بقت حلوة والريحة بقت حلوة. بجد يعني المنظر بقى حلو حتى فيما بعد، حتى المنظر بقى حلو. بس وهنا بقى خلصت الجنب ده وخلصت الجنب دوت. بس وعاوزه اقول لكم بقى انتوا ايه اخبار الجو معاكم؟ الجو حر لسه ولا ايه النظام؟ هو بصوا شويه كده وشويه كده يعني، مش في كل الاوقات صراحه. مره بس هو بيبرد بالليل صراحه يعني. إيه تيجي ساعه الصبحيه لا بيبقى حر. بص بقى الدرج دوت اللي انا طلعت بقى، ده الدرج بقى اللي بيجمع فيه الميه بتاع الفريزر وبتاع التلاجة، عشان تاخدي بالك منه بس عشان تطلعيه وتنضفيه بس وتحطيه تاني طبعا. بس وهنا بقى خلصت بقى هنا. بصوا بقى الدنيا منوره ازاي بقى يا جماعه. يعني طبعا الاضاءه باينه تحت مش باينه فوق، يعني الحته الجزئيه فوق دي مش باينه قوي. بس وهنا بقى خلصت بقى. بص بقى حطيت هنا الضرفه بقى، غسلت بقى صراحه الضرفه غسلتها مع نفسي مش ما بينتهاش في الكاميرا. بص بقى الحته ديت بقى اللي هي الشفاط دوت او مش عارفه بيسموه مش عارفه دي اسمها ايه صراحه، بس انا بقول شفاط تقريبا، اللي بيتكون من ميه او الحاجه اللي فيها مش عارفه صراحه عشان ما افتيش يعني. بس هنا بقى بصوا حتى بوريكم يعني المنظر من جوه ومن بره. بس انا حطيت هنا الطبق صراحه عشان التلاجة بتنزل ميه، مره تنزل ومره لا، مره تنزل ومره لا. بس انا صراحه عايزه اجيب الراجل عشان ايه يشوف الدنيا فيه ايه بالظبط مش عارفه. آه هنا بقى خلصت بقى وقلت بقى اشيل الحاجه برضو اللي في الظروفه. بجد الدنيا بجد مبهوره باللي انا بعملته صراحه. هتقولي انت بتشكري في نفسك ايه؟ ما لازم اشكر في نفسي يا جماعه، عشان انا برضه لما اجي اعمل تاني لازم احب حاجتي، لازم احب الحاجه اللي انا بعملها. ما لازم برضه كل الحاجه اللي احنا بنعملها لازم نحبها. طبعا انت دي حاجتك في البيت لازم تحبيها، تلاجتك غسالتك والكلام اصلا بصوا هتضحكوا عليا في الكلام. بس فعلا يعني اي حاجه في البيت، اي قطعه في البيت حطها ركن كده في البيت تحسي ان هي حاجه كده عزيزه عليكي كده. حتى حتى اي حاجه اي حاجه ممكن قطقوطه كده، حاجه صغيره كده حطها بره عزيزه عليكي. هتقولي يا جماعه انتوا ايه الكلام اللي انتوا بتقوليه؟ بس فعلا لا، في كل حاجه وليها ميزتها كده. بس وهنا بقى خلصت بقى عملت بقى اللي بره بقى، عملت اللي بره. بصوا يعني الدنيا ظبطت بقى، نورت بقى. وبجد يعني انا عايزاكي، انا بقولك شكري في حاجه في اللي انت بتعمليه، ما تستنيش حد يشكر في حاجتك، لا انت شكري في حاجتك من نفسك. هو ممكن يقولولك عدلي كذا اعملي كذا، مش مهم اللي احنا نقبل ايه التعديلات او النقدات، بس مش في في مش نقد سلبي، في نقد بيبقى حلو. لا في كذا احسن، في كذا احسن، ولازم نقبل النقد ده يا جماعه، حتى لو بالسلبي او بالايجابي. احنا لازم يكون عندنا يعني وسع صدر يعني عشان نقبل ده نقبل الوحش قبل الحلو. طبعا مش هنقبلها برضو يعني بوحاشة، لا طبعا هنقبلها بحلو. بس وهنا بقى يعني بصوا يا جماعه، على فكره لما حد بيقول لي نقد ولا يقول لي حاجه بقبله صدقوني يا جماعه، وبعدل على اللي هم بيقولوا لي عليه. ده مش وحش، ده حلو على فكره. يعني انتوا كده ده ميزه، دي كده اسمها ميزه، اللي انتوا بتعدلوا على حاجاتكم والناس بتنبهكم في حاجات انتوا مش واخدين بالكم منها. بس هنا خلصت بقى. ويعني انتي لو بتشوفيني لغايه اخر الفيديو بجد مرحب بيكي وميرسي ليكي ان انتي اتفرجتي لغايه يعني لغايه دلوقتي. ويعني ما تنسينيش بقى في اللايك وفي كومنت حلو منك وفي الاشتراك طبعا وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وميرسي ليكي بجد لو انتي اتفرجتي على لغايه يعني لغايه اخر الفيديو، بجد ميرسي ليكي بجد. بس هنا بقى خلصت بقى. بص بقى ظبطت الدنيا ومسحت بقى
بص باب التلاجة منور ازاي. طبعا الاضاءة تبقى لما بتبقى حلوة الدنيا بتبقى منورة. اضاءتك في المطبخ، في التلاجة، في قصدي مش سوري يا جماعة، في المطبخ، في الحمام، في الأوضة هنا أو هنا، في أي حتة بتلاقي الدنيا يا جماعة منورة. بصوا بقى، أنا جبتها لكم بقى من فوق لتحت بقى. شابولية بجد بجد، شابولية، برافو عليا بجد. بس وهنا بقى هبدأ أحط في الحاجة بقى، وخلصت بقى الحاجة. أشوفكم بقى في فيديو تاني. باي باي.